وتشاء أنت من البشائر قطرة، ويشاء ربك أن يغيثك بالمطر. وتشاء أن... السلام عليكم، اخباركم يا شباب؟ قطعنا مده كبيره ولكن ان شاء الله تعالى كانت لاسباب شخصيه، والحمد لله ربنا انعم عليا ان انا اجي اعمل عمره بفضل الله عز وجل. ده كمان خلال وقت دراستي وخلال ان انا عندي امتحانات وعندي جيش في مصر. فانا جاي النهارده اقول لك الطريقه ازاي انا سافرت في خلال المده دي. بكل بساطه اللي تقدر تعمله انك تعمل تصريح سفر عمره. ده بيكون الامر بسيط جدا. لو انت حابب تيجي هنا تعمل عمره، بتاخد تاشيره العمره بتاعتك وبتطلع بيها على مكتب هيئه وتنظيم في العباسيه. بيكون عندك قيد جامعي، وكمان بتكون كاتب فيه انك طالب في الفرقه كذا ودافع مصاريفك والامور تمام. بتاخد الورق ده، وكمان بتاخد كارنيه الجامعه والباسبور بتاعك، وبتتوكل على الله بتروح المكتب. ده بالظبط جنب جوازات العباسيه، ان شاء الله يكون يعني المعظم عارف المكان ده. بتقول لهم انا محتاج اطلع تصريح سفر عمره، يدوك ورقه بتملاها وبتملى بياناتك كلها، والحمد لله الامور تمام مفيش اي مشكله. بتدفع مصاريف التصريح، وكمان يعني الامر مش بياخد خلال ساعه الا ربع او نص ساعه بالظبط تكون خلصت كل حاجه. بيديك هو ورقه بيقول لك ارسل لنا على الواتس دوت الساعه 8 بالليل الرقم القومي بتاعك. خلال دقائق بعد ما ترسل الرقم القومي بتاعك بيكون التصريح وصل عندك على الواتس. وبكده ان شاء الله يكون امورك تمام جدا. ربنا يسعدكم جميعا ونتقابل دايما يا ربي، ونتكلم في كل خير دايما. ما تنسوش انك تدعموني بالمتابعة والاشتراك. يعني حابب انكم تقفوا جنبي يا شباب، لاني محتاج الدعم الكبير. جزاكم الله خير على ما تفعلوا معايا ان شاء الله تعالى. من الحياة غنيمة، ويشاء ربك أن يسوق لك الدرر.